السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ فيكم هانيه كي داير مع الصحه؟ كلشي بخير. المهم اليوم غادي نوريكم الطريقه ديال التركاب ديال الخيط في الابره. المهم غادي تجيبوا سلك بحال هذا، المهم كيكون كيتشرى مع الابره. بالنسبه لي انا ما شريتوش مع هذه الابره. كتشدوا السلك ديالكم كتنوع بحال هكا، كطويو على جوج بحال هكا، كتشدوا الابره ديالكم بحال هكا المهم خصكم تقادوه باش يدخل الابره. المهم بحال هكا، كنتمنى يكون واضح لكم. ها هو فين خرج. يعني هذا غادي تحلوه واحد شويه بحال هكا، بحال هكا. درتو انا قصير بحال هكا. البنات كتشدوه كتضغطوا عليه بحال هكا صافي، بحال هكا شفتوه كتجروا. شفتوه المهم البنات كتخرجوا بحال هكا. هكا هو الخيط، شفتوه. يعني المهم كنتمنى يكون الشرح واضح. صافي وكتحيدوا هادي صافي وكتخدموا عادي، كتخدموا. يعني مع كانوا قلتوا لي البنات ما كيبانش لي يدي، كانت مدرقاني يدي على الخدمه. المهم غادي نعاود معكم الخدمه كيفاش كتخدم. المهم وكنتمنى يكون الشرح واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للخيط كيبقى بحال هكا، ما كيتعقد ما والو يعني. المهم انتم غادي تشوفوا معايا كلشي. المهم بحال هكا. بالنسبه لهادي كتكون في القدام ورانا، وبالنسبه لهادي كتكون القدام. حيتاش الا مشيتو حتى درتو بحال هكا غادي تعفطوا على الخيط وما غاديش يخدم معكم. يعني ضروري كتكون بحال هكا، والمسافه ما كنبعدوهاش، يعني شويه بشويه. كنتمنى تكون كتبان لكم ويكون الشرح واضح بحال هكا. ما قلت نعاودوا لكم حيتاش قلتوا لي ما كيبانش الطريقه كيفاش كتخدمي، ما كتبانش. المهم بحال هكا ديما ما كنبعدوش الخيط يعني. وبالنسبه للبره يعني كندخلوها كلها بحال هكا، يعني كتدخل كامله وشويه، يعني الخيط ديما يكون بشويه بحال هكا البنات. المهم كنتمنى يكون واضح. بالنسبه لهنا البنات، بالنسبه لهذا يعني كديروا بحال هكا، يعني عادي كتقطعوا بحال هكا. حيتاش هذه واحد المعلومه اخرى، يعني بالنسبه لهاد الرشمه اللي كنرشموا فيها دابا ماشي اللوجه ديال البياسه، ديال الظهر ديال البياسه لداخل ديال البياسه. بالنسبه للوجه ديال البياسه هو اللي كيتقطع، يعني بحال هكا بحال هكا ديما بحال هكا كتمشوا. يعني ديما كتمشيو مسافه صغيره، يعني ماشي مسافه. وديما كندوروا البره، يعني كندور فاش كنبغيو كندوروا البره معانا بحال هكا. المهم غنوريكم حتى التقطيع في هذا الفيديو، حيت الفيديو اللي فايت ما وريتكمش كيفاش كنقطع. المهم
الطريقه بحال هكا كتمشيو يعني عادي. يعني المسافه الا كبرتوا المسافه بحال هكا يعني ما غاديش يشتي الخدمه ديما كتكون واقفه، شفتوا يعني ما كتكونش. وديما نردوا البال للخيط، ديما الخيط يكون فوق يدينا، ديما الخيط يكون مرخف بحال هكا. يعني كنتمنى يكون الشرح واضح بحال هكا. بالنسبه للمسافه هنايا ما خصكمش تدخلوا المسافه باش الخدمه تكون مدكوكه، يعني الخدمه تكون باينه. المهم بحال هكا البنات شفتوا، كنتمنى يكون الشرح واضح. ديما كتقلبوا معكم الابره، حيت ما قلبتوش الابره غادي تهبطوا على الخيط، وإلا هبطوا على الخيط ما غاديش تخدم معكم الابره. يعني بحال هكا. المهم بحال هكا كتستمروا. المهم نوصل اللفان ونوريكم الطريقه ديال قطع الخيط كيفاش كتكون. المهم بالنسبه الى كمل لكم مثلا الخيط يعني عادي بحال هكا تاني، هكا كتدوا الخيط بيت خلوه هكا الفوق، خلوه بيتو مثلا ديروا الخيط بحال هكا وتجروه بحال هكا من التحت بحال هكا كديروه، يعني لكم كل الاختيار. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التقطيع كيفاش كتكون. المهم بالنسبه لواحد الملحوظه، واحد الملاحظه، ان الخيط كيتغير اللون ديالو. يعني نوريكم بحال مثلا هذه اللي خادمه، شفتوا كيفاش دير اللون ديالها، يعني شو كرجعت، يعني ضروري كيتبدل اللون ديالها. ها هي هاد الاخرى حتى هي ضروري كيتبدل اللون ديالها. المهم ها هي راه قطعتها، شفتوا كي ولا اللون ديالها. يعني المهم كتقطعوا غير بشويه هكا من الفوق غير هكا. كاين اللي كيقطع في المرمى بحال هكا، كاين اللي كيحيد الدوب وكيقطع. يعني التقطيع راه ساهله بحال هكا، ولكن صعيب الصراحه، مع كيضر المقص في اليدين. بالنسبه للمقص انا درت غير هذا عادي. بالنسبه للمقص كتجيو واحد كيكون معوج بحال هكا من الراس ديالو. كنتمنى يكون الشرح واضح، واللي ما فهمتش حاجه تقولها لي في الكومونتير ونعاودها لكم. المهم بحال هكا يعني كتقطعوه غير شويه باش يكون، خص التقطيع يكون قد. الا كان عندكم شي شيته بحال هكا صغيره كديروا بها هذا باش تشوفوا الحاجه ما قطعتوهاش كتعاودوا تقطعوها كتبان لكم. بحال هكا. الا لاحظتوا اللون كيتبدل، شفتوا يعني ماشي كيف كان. خص التقطيع يكون مقاد من جهه وحده. المهم بحال هكا كيكون البنات. المهم شفتوا، المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، واللي ما فهمتش حاجه تكتبها لي في الكومونتير. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.